تخيل تقدر تعمل اعلان احترافي لاي منتج حرفيا بالشكل ده. الاعلانات دي لو طلبتها من شركة انتاج ممكن تدفع فيها الاف الدولارات، لكن اللي هتشوفه النهارده معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي. الاداة دي اسمها ماركتنج ستوديو من هيكسفيلد، والاقوى انها بتستخدم سي دانس 2، اقوى نموذج فيديو حاليا في العالم. الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي انا عملته من خلال صورة واحدة بس، من غير ما اكتب برومبت ومن غير ما يكون عندي اي خبرة تماما، وطلع معايا اعلان سينمائي بالشكل ده. والاقوى انك تقدر تظهر بنفسك في الاعلان وتحافظ على شكلك في كل المشاهد كانك متصور فعليا. اللي انت هتشوفه في الفيديو ده ممكن يغير طريقه عمل الاعلانات تماما ويوفر عليك الاف الدولارات حرفيا. خليك معايا للاخر لاني هوريك ازاي تستخدم الاداه وازاي تطلع بافضل نتائج ممكنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت يعني قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك وانك تفعل زر الاشعارات لو تكرمت طبعا علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. احنا بقى الشباب في الفيديو ده هنجرب ان احنا نستخدم برضو النموذج بتاع سي دانس 2، مش هنعمل بيه لقطات اكشن والكلام ده زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. احنا بقى هنستخدمه لعمل اعلانات. لو انت بتعرفش، منصة هيكسفيلد عملت بالفعل اداة اسمها ماركتنج ستوديو. الاداة دي مخصصة لعمل اعلانات واضافوا عليها الموديل بتاع سي دانس 2. تخيل بقى نتائج الاعلانات اللي ممكن تطلع معانا لو احنا عايزين نستخدم الاداه الجديده اللي اسمها ماركتنج ستوديو. في البدايه كده تفتح عندك المنصه بتاعت هيكسفيلد، اكيد طبعا هتلاقيني سايب لك تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت الرابط بتاع موقع هيكسفيلد، عشان يعني لو انت حابب تجرب معايا. هنضغط هنا على ماركتنج ستوديو وهتلاقي ان الصفحه البسيطه جدا دي فتحت معايا بالمنظر اللي انت شايفه ده. اول ما تدخل هتلاقي مكتوب قدامك كده turn any product into a video ad، او يعني اللي معناها حول اي منتج الى فيديو اعلاني. انت حرفيا بتقدر عن طريق الاداه دي انك تحول اي صوره لمنتج الى فيديو اعلاني احترافي. حرفيا تقدر تستخدم اي منتج يجي على بالك، ان شاء الله حتى لو المنتج ده هيكون لتلاجة. لو احنا عايزين نبدا في صنع فيديو اعلاني لاي منتج، اول حاجه هنروح هنا ونضغط على البرودكت، او يعني اللي معناها المنتج بالمنظر ده. هتلاقيه بيقول لك هنا اد يور برودكت، يعني ضيف المنتج بتاعك. عندنا هنا يا شباب في طريقتين هنقدر من خلالهم نضيف المنتج بتاعنا. اول طريقه هتكون عن طريق اللينك او الرابط. هتقدر عن طريق اي رابط موجود يعني على الانترنت انك تنسخ الرابط بتاع المنتج وتضيفه هنا، والاداه دي هتجيب لك كل المعلومات عن المنتج اللي انت نسخت الرابط بتاعه. هتجيب لك الصور بتاعت المنتج وكل حاجه. يعني انت بكل بساطه ممكن تفتح عندك امازون عادي جدا بالمنظر ده وتختار من هنا اي منتج، على سبيل المثال مثلا المنتج ده، وتطلع فوق هنا وتنسخ الرابط وترجع تاني على ماركتنج ستوديو وتنزل تحت هنا وتضيف الرابط اللي انت نسخته، وهيبدا دلوقتي يحمل المنتج اللي انت خدت الرابط بتاعه علشان تقدر تستخدمه في عمل الاعلان. تاني طريقه تقدر تستخدمها لاضافه المنتج وهي بتكون بشكل مانوالي. الخيار ده بتستخدمه لو انت عندك صور لمنتجات موجوده عندك على الجهاز يعني او عندك على الموبايل وحابب يعني انك ترفعها على الموقع وتعمل منها فيديو اعلاني. تقدر بقى تستخدم اي طريقه لاضافه المنتج بتاعك من الطريقتين دول. تاني حاجه وهي الافاتار. لو احنا ضغطنا هنا على افاتار هتلاقي ان الموقع بيتيح لك امكانيه انك تقدر تضيف اي افاتار من افاتارات دول، علشان يعني لو انت حابب انك تضيفهم عندك على الفيديو بتاعك وتخليهم ان هم يتكلموا ويمسكوا المنتج بتاعك والشغل ده. طب افرض مثلا لو انت عندك افاتار معين او حابب يعني انك انت تعمل افاتار ليك انت يكون شبهك بصورتك انت، تعمل ايه؟ بكل بساطه تضغط هنا على كرييت افاتار وهتلاقي موجود عندك هنا في خيارين لاضافه الافاتار. هتقدر من هنا تعمل جنريت او تولد افاتار بالذكاء الاصطناعي. لو انت ضغطت هنا على جنريت زي ما انت شايف بيقول لك تحت هنا describe your avatar، او يعني اللي معناها اصف شكل الافاتار بتاعك. تقدر تنزل تحت هنا وتكتب الوصف اللي انت عايزه للافاتار، وبعد ما تكتب هنا الوصف اللي انت عايزه لشكل الافاتار بتاعك هتضغط هنا على جنريت وهيكون بتوليد صورة الافاتار بالذكاء الاصطناعي بنفس الشكل اللي انت وصفته. اما تاني طريقة وهي بتكون عن طريق الابلود فوتو. لو انت مثلا عندك صورة لافاتار انت مثلا محملها عندك على الجهاز او عندك على الموبايل، او يعني حابب انك انت تطلع بصورتك انت بصورتك الشخصية يعني، فتقدر تضغط هنا على ابلود فروم ديفايس. دي صورة انا مولدها بالذكاء الاصطناعي لافاتار شكلي بالظبط. لو احنا ضغطنا هنا على اوبن وتستنى عقبال ما الافاتار بتاعك
يترفع على الموقع. تقدر بقى تسميه باي اسم، انا مثلا ممكن اسميه سونيك، وتقدر بقى تستخدم الافاتار ده اللي هو شبهك يعني في اي فيديو اعلاني انت عايزه. وبعد كده تالت حاجه، لو احنا رحنا هنا وضغطنا هنا هتلاقيه هنا بيقول لك اختار نوع او الاسلوب اللي يناسب الفيديوهات بتاعتك او الطريقه اللي انت عايز تعرض بيها الاعلان. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان موجود عندك فيه ستايلات كتيره جدا. تقدر بقى من هنا تختار الاسلوب اللي يناسب الفيديو بتاعك. يعني مثلا الاسلوب بتاع يو جي سي ده هيكون مناسب يعني لو انت عايز تعمل اعلان يعني المنتج ولكن بطريقه واقعيه قوي. يعني تعمل فيديو لشخص شكله واقعي جدا وهتلاقيه ماسك المنتج في ايده وبيعمل له زي مراجعه وريفيو بطريقه واقعيه جدا. اما الستايل بتاع التوتوريال ده بيستخدم لو انت عايز تعمل فيديو اعلاني تعليمي لشرح مثلا المنتج او حاجه زي كده، فده بيستخدم لو انت عايز تشرح المنتج بتاعك خطوه بخطوه. اما الستايل بتاع الانبوكسنج ده فده بيستخدم لو انت عايز تعمل فيديوهات اعلانيه لفتح المنتج وكده. اما رابع اسلوب وده الصراحه من اكتر الاساليب اللي بحبها اللي اسمه هايبر موشن، ده بيستخدم يا شباب لو انتوا عندكم منتج وحابب يعني ان يكون في حركه سريعه وانتقالات والكلام ده. وهتلاقي برضو عندك في اساليب تانية. تقدر بقى من هنا تختار الاسلوب او الطريقه المناسبه للفيديو الاعلاني بتاعك. ودلوقتي دقة الفيديو بقت توصل ل 1080 بي، يعني دقة الفيديو هتكون اسطورية. وعلى فكرة الدقة بتاعت ال 1080 بي هم لسه ضايفينها جديد، ما كانتش موجودة في الأول. كان آخرك تعمل فيديو دقته 720 بي، إنما أنت حاليا دلوقتي تقدر تعمل لحد 1080 بي. تعالوا بقى كده يا شباب نجرب نعمل كده فيديو على السريع ونشوف النتيجة اللي هتطلع معانا. ولكن يا شباب أنا في التجربة دي هعتبر نفسي إن أنا أبيض خالص على الله، يعني معرفش خالص اي حاجه. يعني معرفش ازاي اكتب برومت احترافي ولا فاهم يعني ايه اعلان ولا الكلام ده. يا دوبك واحد عايز يرفع صوره المنتج ويعمل منه اعلان على طول. عشان كمان اوريكم انا قد ايه الاداه دي سهله وان اي حد يقدر يستخدمها حتى بدون اي خبره تماما. لو انا عندي مثلا صوره منتج هضغط هنا على برودكت، بعد كده هضغط هنا. لو انا مثلا عايز اعمل فيديو اعلاني عن الكاميرا دي اللي هي بتاعت كانون هحدد عليها بالمنظر ده، وبعد كده هضغط هنا على اوبن. زي ما انت شايف كده حاليا دلوقتي بيحلل الصوره اللي انا رفعتها وجاب لي معلومات عن المنتج اللي انا رفعته من غير حرفيا ما اعمل اي حاجه. كتب لي زي ما انت شايف نوع الكاميرا ده، حتى كمان كتب لي ديسكريبشن او وصف للكاميرا دي. بعد ما نرفع صوره المنتج او صوره الكاميرا دي هنروح هنا ونضغط على كرييت برودكت بالمنظر ده. بعد كده تحدد هنا على الكاميرا بتاعتك اللي انت عايز تعمل عنها فيديو بالمنظر ده. بعد كده هننزل تحت هنا وهنختار من هنا الاسلوب اللي احنا عايزين نستخدمه للفيديو الاعلاني بتاعنا. وطبعا زي ما انت شايف كده هتلاقي عندك فيه اساليب كتيره جدا. المفروض بقى تختار من هنا الاسلوب اللي يناسب الفيديو بتاعك. انا مثلا هستخدم الاسلوب ده اللي اسمه هايبر موشن لان الاسلوب ده طلع معايا نتائج كويسه جدا، فخلينا نجربه. هنضغط عليه ضغطه كده، هنروح هنا ونضغط هنا وهنختار من هنا الاسبكت ريشيو. انا هختار المقاس ده اللي هو من 16 ل 9 وهختار الريزوليوشن على 1080 بي، وطبعا هعمل الديوريشن او مده الفيديو على 15 ثانيه. طبعا اقدر اروح هنا واكتب البرومت اللي انا عايزه للفيديو، ولكن زي ما انا قلت هتعامل بالظبط كأنه واحد ابيض خالص يعني ما يعرفش حاجه وعايز يجرب الاداه. انا الصراحه مش عايز استخدم افاتار فهخليها زي ما هي. وبعد كده هنروح هنا ونضغط على جنريت، ودلوقتي بدأ ان هو يعمل جنريتنج للفيديو، فهنستنى شويه. والفيديو بتاعنا حاليا دلوقتي بقى جاهز. تعالى كده نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. هنضغط هنا ضغطه. هو ايه الشباب الجمدان ده؟ انت متخيل معايا ان احنا طلعنا الفيديو ده بالجمال ده والاحترافيه دي من غير ما نكتب برومت للفيديو؟ صراحه الفيديو عظمه جدا. مش عارف احكي لك على ايه ولا ايه، ولا احكي لك على الساوند افكت ولا زوايا تصوير الكاميرا. مش عارف الصراحه ابدالك من فين. امال بقى لو انا كنت كتبت برومت النتيجه كانت هتطلع معايا عامله ازاي؟ لو طبعا الفيديو ده عجبك وعايز تحمله هتنزل تحت هنا وتضغط على داونلود والفيديو هيتحمل معاك في خلال ثواني. علشان كده انا بقول لك ان اي حد يقدر يستخدم الاداه دي من غير ما يكون تماما عنده اي خبره في مجال الاعلانات ولا التصوير ولا الكلام ده. يعني انت حرفيا من الاخر هتقدر تعمل اعلان احترافي من غير ما تكتب برومت. ولكن طبعا انا ما بنصحش بكده. انا طبعا بنصحك انك تكتب برومت علشان النتيجه تطلع معاك افضل من دي كمان، وده اللي احنا نجربه دلوقتي. فخلينا نطلع فوق هنا ونضغط على نيو بروجكت. خلونا بقى المره دي نشيل الكاميرا دي وبرضه نشيلها من هنا. انا شباب فتحت جوجل عادي جدا وكتبت كلمه عصير جهينه وطلع لي صوره العصير ده بتاع جهينه. فهعمل الصوره دي داونلود، فهضغط على كليك يمين من عندي من الماوس وبعد كده هضغط هنا على سيف ايميج از وهحفظ الصوره هنا. هرجع تاني على هيكس فيلد وهضغط هنا على برودكت وهضغط بعد كده هنا وهختار صوره المنتج ده اللي هو العصير، وبعد كده هضغط هنا على اوبن. بعد كده نضغط هنا على كرييت برودكت وهحدد على صوره العصير ده او يعني المنتج ده، وبعد كده هضغط هنا وهختار هنا الاسلوب اللي انا عايزه للفيديو، وبرضه هستخدم نفس الاسلوب واخليه زي ما هو على هايبر موشن.
علشان الستايل ده بيطلع فيديوهات او نتائج كويسه جدا زي ما انتوا شفتوا كده من شويه. وبعد كده هروح هنا جنب المنتج وهضغط هنا وهكتب هنا الوصف اللي انا عايزه للفيديو. انا بالفعل يا شباب كنت مخلي الشات جي بي تي يحضر لي وصف لفكره الفيديو اللي انا عايزها بالمنظر ده. وطبعا الموضوع ده سهل جدا، تقدر تروح للشات جي بي تي وتشرح له الفكره اللي انت عايزها للفيديو بتاعك وهيكتب لك عنها برومت. هنزل تحت هنا واتاكد ان كل حاجه مظبوطه، وبعد كده هخلي كل حاجه زي ما هي واضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا دلوقتي عمليه توليد الفيديو. تمام، الفيديو بتاعنا بقى جاهز. تعالى كده نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. فتعالى نجرب الفيديو من هنا. بص انا الصراحه مش عارف اقول لك ايه، ولكن انا حابب ان انا اعرف رايك انت، فيا ريت تحت اكتب لي في التعليقات رايك انت ايه في الفيديو. وبالفعل محافظ على شكل المنتج بالظبط بنفس شكل المنتج او الصوره اللي انا رفعتها ده، حتى الكلام اللي مكتوب على العلبه ما اتغيرش تماما وكل حاجه طالعه فيه مظبوطه. فعلا هتلاقي في جميع اللقطات بتاعه الفيديو محافظ لي فعلا على شكل المنتج من غير ما شكله يتغير تماما بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده. انا بقى شباب المره دي حابب ان انا اعمل اعلان واكون انا البطل فيه واظهر بصورتي الحقيقيه. فاللي انا هعمله بكل بساطه المره دي هضغط هنا على برودكت، والمره دي علشان اضيف البرودكت بتاعي هستخدم اللينك او الرابط ده. مثلا منتج حابب ان انا اعمل عنه فيديو، دي السماعه بتاعت لوجيتك. فكل اللي انا هعمله هضغط هنا، بعد كده هضغط هنا على نسخ الرابط بالشكل ده. بعد كده هرجع تاني على الموقع هنا وهنزل تحت هنا واعمل بيست او لصق، وبعد كده هضغط على الزر ده وهيبدا دلوقتي يجمع لي كل المعلومات الخاصه بالسماعه دي. وزي ما انت شايف كده بالفعل جاب لي الصوره بتاعت السماعه، فهضغط عليها ضغطه بالمنظر ده. وبعد كده اروح هنا عند الافاتار وهضغط هنا على كرييت افاتار، هضغط هنا على ابلود علشان انا حابب ارفع صورتي الشخصيه علشان انا عايز اكون البطل بتاع الفيديو الاعلاني. فهضغط هنا على ابلود، بعد كده هضغط هنا على ابلود فروم ديفايس. دي مثلا شباب صورتي الشخصيه صوره حقيقيه، فاحدد عليها بالمنظر ده واضغط هنا على اوبن والصوره هتبدا تترفع دلوقتي. تمام، اول ما الصوره تترفع عندنا بالمنظر ده هروح فوق هنا عند النيم افاتار وهكتب هنا اي اسم للافاتار ده. انا مثلا هسميه سونيك، وبعد كده اضغط هنا على كرييت افاتار، وبالفعل الافاتار بتاعي اتحفظ هنا. فهعمل هنا سيلكت افاتار عشان عايز استخدم الافاتار ده. بعد كده هضغط هنا علشان اختار الاسلوب اللي انا عايز استخدمه للفيديو بتاعي. خلينا المره دي نستخدم الاسلوب ده اللي اسمه وايلد كارد، لان برضو الاسلوب ده بيطلع نتائج كويسه جدا. فحدد عليه بالمنظر ده واروح هنا واتاكد ان كل حاجه مظبوطه، وبعد كده هكتب هنا البرومت اللي انا عايزه للفيديو. طبعا عارف ان ممكن حد يسالني ويقول لي يا سونيك هو انا ازاي اقدر اكتب برومتات احترافيه لفيديوهاتي او للفيديوهات اللي انا بتخيلها للمنتجات بتاعتي. انا بالفعل يا شباب مصمم اداه من خلال الشات جي بي تي. الاداه دي اسمها او انا يعني مسميها سي دانس 2 اد كرييتور، والاداه دي يا شباب مخصصه في انها بتقدر تكتب برومتات احترافيه لاي فكره اعلان انت عايزها بدون ما يكون عندك اي خبره تماما في كتابه البرومت. وللعلم هتلاقيني سايب لك الرابط بتاع الاداه دي تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت علشان تقدر تستخدمها زي ما انت عايز. هتنزل تحت وتكتب اي حاجه، انا مثلا هكتب كلمه اهلا، وبعد كده تضغط عندك على انتر، والاداه هتقول لك انها جاهزه انها تصمم لك اي اعلان احترافي انت عايزه. وبعد كده الاداه هتقول لك يرجى تزويدي بالمعلومات التاليه، وهتلاقي ان الاداه بتسالك على كام سؤال انت بقى المفروض تجاوب على الاسئله دي. طبعا هتجاوب عليها بشكل بسيط جدا، زي مثلا بتقول لك ارفع صوره المنتج او اكتب وصف دقيق عن شكل المنتج اللي انت حابب تعمل عنه اعلان. وبعد كده بتقول لك اختار اسلوب اعلان، هل انت عايزه سينمائي ولا درامي ولا حماسي ولا تقني. وبعد كده بتقول لك ايه هو الهدف من الاعلان، هل هو زياده المبيعات او جذب الانتباه ولا عرض ميزه معينه. وبعد كده تسالك ايه هو الجمهور المستهدف، فتقدر تكتب له العمر والاهتمامات والمجال. وبعد كده تسالك على المنصه المستهدفه، هل انت عايز تنزل اعلان ده على التيك توك ولا اليوتيوب ولا الانستجرام. وبعد كده هتسالك ايه هي العناصر المطلوبه داخل الاعلان، هل انت عايز يكون فيه ممثلين ولا موديلز، وايه هي البيئه والاضاءه والالوان. وبعد كده هنا هتكتب فكره بسيطه جدا عن الفكره اللي انت بتخيلها الاعلان ولكن بشكل بسيط جدا وبشكل مختصر. وبعد كده في الاخر خالص يسالك ايه هو هيكون شكل الاعلان، هل انت عايز يكون فيديو فقط ولا عايز يكون فيه تعليق صوتي ولا عايز يكون فيه نص زي التعليق الصوتي. المهم يعني هتجاوب على كل الاسئله دي. وبالفعل يا شباب زي ما انتم شايفين كده انا بالفعل شرحت فكره الاعلان اللي انا عايزها او الفكره الموجوده في دماغي، وزي ما انت شايف كده انا خدت راحتي شويه علشان يعني عايز اطلع نتيجه كويسه، وكتبت له تفاصيل كتيره للفيديو. وبالفعل كده زي ما انتم شايفين كتب لي البرومت ده بطريقه الجيسون، ولو انت خدت بالك كده هتلاقي ان هو محدد كل مشهد هتكون مدته قد ايه. فدلوقتي كل اللي انا هعمله هعمل كوبي للبرومت ده
هرجع تاني على الاداء وهروح هنا وهعمل بيست او لصق للبرومت اللي عمله لي الشات جي بي تي، وبعد كده اخيرا هنضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا لنا دلوقتي في توليد الفيديو. وبرضه يا شباب علشان يعني اكون صريح معاكم وبرضه انا عارف ان النقطه دي ممكن تبقى مهمه للناس كتيره جدا، وانا الصراحه نسيت ان انا اشرحها لكم في الفيديو اللي فات، وهي يا شباب ان الاداه بتاعت سي دانس 2 للاسف لما تيجي تنتج بيها فيديوهات باللغه العربيه او يعني يكون فيها كلام بالعربي، اللغه العربيه بتطلع مش مظبوطه تماما، هتلاقي كده نص الكلام مفهوم ونص الكلام التاني مش مفهوم. انما هي في اللغات التانية زي اللغه الانجليزيه، يعني لو في حوار باللغه الانجليزيه هتلاقيها انها مظبوطه جدا، انما للاسف مع اللغه العربيه سيئه جدا. والفيديو بتاعنا بقى جاهز، تعالى كده نضغط هنا عشان نشوف النتيجه. Logi found Bitorin going to perform the connection. The noted at a time. والله يا شباب النتيجة رهيبة جدا، حرفيا بطلعت بنفس الشكل اللي انا كنت عايزه بالظبط. وطبعا كده لو انت خدت بالك هتلاقي ان هو طول الفيديو قدر انه يحافظ على شكلي بطريقة رهيبة جدا من غير ما شكلي يتغير تماما، بالظبط بنفس شكل الصورة اللي انا عايزها. وطبعا المنتج زي ما انت شايف قدر برضه يحافظ عليه. تخيل بقى كمية افكار الاعلانات اللي انت ممكن تعملها باستخدام الاداة ديت. وزي ما انا قلت لك في اول الفيديو هتقدر تعمل فيديو اعلاني لاي منتج انت عايزه، حرفيا اي منتج يجي على بالك، وهتطلع منه نتائج احترافية جدا، ايا كان بقى ملابس، اجهزة الكترونية، عطور، اجهزة رياضية، حرفيا اي منتج. الاداة حرفيا مش بتقول لا. وطبعا انت باستخدام الاداة ديت اللي هتلاقيني طبعا سيبها لك تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، هتسهل عليك الدنيا في موضوع كتابة البرومت، لو انت يعني بتخاف من الجزئية بتاعت كتابة البرومت. وعارف طبعا انك انت هتسالني وتقول لي يا سونيك هل الاداة دي مجانية اقدر استخدمها بشكل مجاني؟ علشان اكون صريح معاك الاداة دي مش مجانية تماما، الاداة دي مدفوعة. طبيعي جدا حاجه بتطلع نتائج خرافيه زي كده مش هتكون مجانيه. وبس كده يا شباب، حرفيا وصلنا اخر الفيديو. اتمنى فعلا يكون الفيديو انت استفدت منه، واتمنى فعلا ان انا اكون شرحت كل حاجه بشكل كويس. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل زر الاشعارات لو اتكرمت علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.